بغيت نقول لك على أنه الولوج إلى مهنة التعليم لم يعد اختيارا، بل أصبح إجبارا نظرا طبعا البطالة التي تعرفها بلادنا. بغيت نقول لك على أن هذا التسقيف هذا في حدود 30 سنة. 30 سنة على حد معلوماتي هي السنة التي يبتدئ فيها عمر الشباب، وهذا المقتضى اللي جبتوه واللي يعتبر حقيقة إبداع، أنا كنعتبر هذا اللي جابه عبقري، يتناقض تماما مع الفصل 31 من الدستور المغربي اللي كيجعل الولوج إلى الوظيفة العمومية حسب الاستحقاق وليس حسب السن. السيد الوزير، اليوم السياق يتطلب منكم التراجع عن هذا القرار المجحف في حق مجموعة من شباب الوطن ديالنا. اليوم السياق يقول على أنه يجب أن نفتح باب الأمل، لا أن نغلق باب الأمل بالنسبة للشباب المغربي. تسقيف السن إجراء غير دستوري وغير قانوني ويتناقض حتى مع سن الشباب. راه كاين اختلاف، راه يمكن مجموعه من الابحاث كتقول لك راه حتى 65 باقي سن الشباب. ايوا علاش نحن نكونوا برلمانيين وندخلوا البرلمان في هذا السن هذا ووزراء ومسؤولين وتجي الشباب يلا بغى ينطلق وتوقفوا؟ هذا لا يمكن بتاتا القبول به. اليوم كنقولها وكنأكدها، الا بغيتوا تسجلوا الحضور ديالكم في هذا المجال هذا حيدوا هذا التسقيف هذا. شكرا سيد